انه الانسان اللي اختطف ما بين قوسين اختطف الكاف واصبحت تمشي على حساب رغباته وعلى حساب طموحاته وهو الذي سيس القضايا كثيرة في افريقيا وجعل من الكرة تمرير قضايا سياسية، وهذا الذي حصل تقريب عن أغلبية ساحقة في اليوم في التصويت. ليس من الأمر السهل وليس من الأمر الهين أنك تزعزعوا اليوم، صدير ما نذمش نحملوا وليد صادي ما لا يطاق وما لا يقدر عليه. اليوم نطلبوا منه بالمعقول يروح بالسياسة وروح بمشروع. السلام عليكم الاخوان، نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو، وغادي نمشيو نشوفوا الحماق ديال الاعلام الجزائري وكيفاش يهضروا على وليد صادي من بعد ما كانوا تيقولوا وليد صادي جاي بقوه وغادي يدير يحيد الفساد ديال القجاع وغادي يحررها في الكاف وغادي يدير العجب وما عرف شنو غايدير وما عرف شنو غيفعل وهو سوبرمان هو غريندايزر هو ما عرف شنو. دابا مني داز هادشي هذا ولاو قلبوا الهضره ولاو تيقول لك بان وليد صادي ما تسناوش منه شي حاجه، وباقي السيد باقي يلاه على قد الحال، يلاه بادي باقي دريويش باقي ما عارفش مسكين، باقي يلاه غادي يبدا يتعلم، يلاه غيبدا يعرف، ما تسناوش منه والو. خاصو تحالفات، خاصو يتعاونوا معاه، خاصو اللي يوريه، خاص اللي يقريه. المهم دابا ما بقاش ديك الهضره الخاويه وجاي صادي باش يحيد القجاع وباش يزمت القجاع وباش يحيد الكولاسه ديال القجاع. المهم الاخوان ديالي ما غاديش نطول عليكم، غادي نمشيو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في الاخر ديالو. ولكن حبينا نفتحوا قوس على هذا المكتب وعلى الفيدراليه او الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. معاذ نمرودي، هذه الكونفدراليه رغم انك لو حتى تدخل في الكواليس وتدخل في اللوبيات، هل تعتقد او الا تعتقد انها اصبحت ضعيفه جدا؟ كاف ربما قراراتها اصبحت عرجاء، في كل مره تصدر قرارات تجي تروح انت لوزان تضرب، والان يتاكد بوجود صامويل ايتو وعرض عليه حتى منصب نائب الرئيس تاع رئيس كونفدراليه موتسيبي ورفض ذلك، ويقال بانه يخطط مع لوبي ايضا من اجل ان يكون هو الرئيس القادم للاتحاد الافريقي لكره القدم. شفناه هنأ حتى وليد صادي في الكوميتي هذا او في لاسومبلي جينيرال هذا في الكوميكس هذا اللي صرا في مصر. والله رضوان حتى نضحك لما تتكلم هكذا، وقبل قليل قبل دقائق لما كنت تتكلم انت مع سامي يقول لك ما اهميه التواجد داخل المكتب التنفيذي. لهذا انت لما تشوف الامور هذه اللي حتى وانت كنت بعيد كل البعد عن دائره صنع القرار، اكيد انه الصراع راح يكون كبير وشد وجذب راح يكون داخل بيت الاتحاد الافريقي بتواجد الجزائر، لانه هذه الامور اللي كانت تحدث لم تكن تراعى فيها النزاهه في اتخاذ القرارات من طرف الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي اللي كان في يد قبضه لوبي واضح والكل يعرف هذا اللوبي كيف يتخذ تلك القرارات، اللي هذا اليوم راح يكون الصراع كبير وراح يكون العمل كبير وراح يكون من اجل اولا احداث القطيعه مع مثل هذه القرارات اللي في كل مره تتخذ قرارات بناء على اهواء بعض الاشخاص وبناء على اهواء بعض اللوبيات. ونقول لك الاهميه الكبيره كذلك انك تواجد، يقول لك ما كانش انعكاس لتواجدك في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي على كره القدم سواء المحليه وعلى المنتخبات الوطنيه. انا نقول لك انه عنده انعكاس كذلك ايجابي. اذا خدينا المثال تحدثت عن ابو ريده لما كان في الاتحاد المصري والمنتخب المصري لم يتوج في الفتره تاعو، كذلك القجع رغم سنوات لم يتوج المنتخب المغربي، ولكن في الجهه المقابله هنالك سنغور على راس الاتحاد السنغالي اللي هو رجل سياسي بما انه ينشط في الجانب السياسي منذ بدايه الالفيه سنوات 2000. حاليا راح نتحدث لك سنوات والاهميه تاع سيطره المنتخبات الشبانيه للمنتخب للسنغال. شفنا كيف من المنتخب الاول والاداء تاع المنتخب السنغالي، المنتخبات الشبانيه كذلك للمنتخب السنغالي كيف كانت جيده، اداءها جيد، تتوج على الصعيد الافريقي وكان عنده وزن سياسي لانه هو في الاصل رجل سياسي سنغور، وبعد ذلك تقلد مهام رئيس للاتحاد الافريقي او رئيس للاتحاد السنغالي، تواجد كنائب رئيس لموتسيبي. لذلك اهميه كبيره انك اليوم تتواجد داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي على الاقل لوقف مثل هذه الممارسات الغير رياضيه. واضح. سالي بن شيخ، هل يمكن القول اليوم انه بمرور الوقت يمكن لوليد صادي ان يضع في الميزان، ما نقولش ان جروب ولكن مجموعه قد تقف في وجه بمرور الوقت، ماشي الان دخل المكتب تاع 13 نعضو في مكتب الكاف، ربما يدير ديزاليونس مع ناس واحد اخرين من اجل اعاده القطار الى السكه على مستوى الكاف، وبالتالي ممكن يدير تحالفات، ممكن يكون في امور
من اجل وقف النزيف، لانه الجميع يقول لك بان قرارات الكاف فيها وعليها وفيها عيوب كثيره. هل حان الوقت لاحداث ثوره داخل الكاف الحالي؟ هو شوف، كي تتكلم انت ممكن يدخل مع جماعه تاع كواليس ودا، كي تشوف ايطو بروبوزالو يكون قدام موتسيبي ما قبلش جبد باسكو حب يحطو قدامه باش يميتريزيه. دونك قالوا لا انا نقعد من اللور باش راح نحاربك باش بلي كوليس يعاود يجيب الناس هنايا. بيان سور وليد صادي يشوف القوه وين راهي ويروح معها، يروح مع اللي راحت. ممكن موتسيبي يزيد يكون قوي هو مع لي كوليس وكذا ويسمع ناس ينجم يكون يعني معاهم مصالح الجزائر. ولا ايطو راح يدخل بقوه، يدخل مع ايطو ليسونسيال، يدخل يزيد يافونسي في هذا المجال، البروجي هذا تاع لاكاف. انت قلت من قبل لاكاف 3 ديفات مع الطاس. نعم بيان سور 3 ديفات، لان علاش ما كانوش هما براتيكمون هما اللي ديسيديو، كانوا الناس هذوك اللي معاه اللي ديسيديو يخليو هذه الامور تمشي تبلوكي كيما هذيك تاع الخريطه. قال مي لا في ليميني ليسما، جيسبر كو ليسما ديبوزو بلانت باش يعوضوا لهم نعم. هادو حوايج يخليهم هكذاك روطار، ومن بعد حتى كيشوفوا لا بروف. الحمد لله دركا كي جات لا فيديراسيون اللي تعرف تخدم، تعرف كيفاش تسير، جابت الحق تاع اليوسما. بور لي زوتر لا كاف انا قلت لك من الاول، انا موتسيبي هذا سي ان نوم دافير ممكن يكون في السياسه ما يكونش في الفوتبول. واضح. نختم مع سامي العماري فيما يخص هذه القضيه، قضيه الخساره في كل مره على مستوى الطاس تاع لوزان لكل قرارات الكاف، كيف تعلق عليها؟ الخساره لماذا الكاف تخسر شاك فاسي؟ باسكو لا تطبق القانون، تدس القانون، والكوميسيون الاربيترال تاع لوزان تطبق القانون. دونك هناك هيمنه بعض لي نومبر دو كوميتي اكزيكتيف كان يمشوا لاكاف كما يحبوا، ولكن ايضا لازم هناك بعض الملاحظات عندها اهميه. اخوان كما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. شفنا الاعلام الجزائري وكيفاش تيهضروا على وليد صادي، وكيفاش تيبينوا بان وليد صادي باقي يلاه بادي وما تنطالبوا منه حتى حاجه، وما ماشي مطالب بانه يحقق لنا شي انتصارات ولا يدير لنا شي حاجه في الكاف ولا يجيب لنا شي حاجه. المهم كما كانوا قبل تيقولوا بان وليد صادي جاي بقوه وغادي يحبس داك الفساد اللي في الكاف وياخذ حق الجزائر وغادي يرد لنا الاعتبار في الكاف وغادي نوليو عندنا كلمه وعندنا سلطه في الكاف، وفوزي القجع غادي نشدوه ما غاديش نخليوه في الكاف، غادي نحبسوا ليه داك الكولاسه ديالو هو والمخزن، وبان القجع صافي جات النهايه ديالو. مني دابا وليد صادي غادي يترشح وغادي يدخل حتى هو للدواليب ديال الكاف. ولكن دابا ديك الهضره كلها تبخرات، ما بقى منا والو، رجعنا للواقع ورجعنا للهضره ديال الحق وديال الصح، ان وليد صادي ولا وليد مصدي غيدخل الكاف يتكمش حتى هو عضو عادي بحالو بحال الاعضاء الاخرين، ما يهش ما ينش. وكيف شفناه كيفاش غادي تيجري باش يسلم على موتسيبي في الوقت اللي موتسيبي هو مشى تيقلب على فوزي القجع وتيسلم عليه وتيقول له تبارك الله عليك، عندك شعبيه وعندك جماهير في افريقيا لان جبتي 49 صوت تبارك الله. موتسيبي براسو بقى مدهشر وما فهم والو فوزي القجع، وعرف بانه الا مشى تنافس معاه على رئاسه الكاف غايديها ليه وما فيها شك. المهم الاخوان ديالي حتى لهنا غادي نقول لكم فيديو ديال اليوم مساله. الى عجبكم ما تنساوناش من اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.